بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. ناس كتيرة جدا من الناس اللي بتيجي تشتري عربية زيرو أو تيجي تجيب عربية مستعملة بيبقوا محتارين جدا ما بين العربيات، لأن في أسعار عربيات ويبقى قريبين جدا من بعض. ومن أقرب العربيات المنتشرة كتير جدا في مصر وسعرها كمان قريب من بعضهم هي الشيفروليه أوبترا تبع توكيل المنصور، والنيسان صاني. وكمان الفكرة إن هما الاتنين بيقدروا يكونوا متجمعين جوه مصر، يعني مفيش فيهم عربية متميزة عن التاني يقولك مثلا دي عربية جاية من بلد معينة أو دي جاية متجمعة في بلد معينة، الاتنين متجمعين في مصر. فتعالوا كده نتكلم سريعا عن العربيتين وتعرف ايه هي مواصفات وتجهيزات وسعر وكاملات كل عربية، خصوصا ان الفرق ما بينهم بسيط جدا مقارنة طبعا بالأسعار اللي احنا بنشوفها. فما تنساش يلا تعمل لايك، وبسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لو ما اشتركتش في القناة اتفضل اشترك معانا عشان تقدر توصل لك كل الجديد في عالم السيارات. ولو في اي حاجة عايزك اكتب لي في الكومنتات. لما نيجي نتكلم في المحركات والأداء بتاع كل عربية، لو جينا شفنا كده في البداية هنلاقي إن النيسان صاني بتنزل بموتور 4 سلندر حجمه 1500 سي سي. الحجم ده هو نفس الحجم بتاع الموتور اللي موجود في الأوبترا، ولكن طبعا تعالوا نشوفوا قوة كل موتور عامل ازاي. الموتور اللي في الصاني مربوط بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات، بينما الأوبترا مربوطة بفتيس 6 سرعات. قوة الموتور في النيسان صاني 108 حصان، بينما في الأوبترا 110 حصان. الاتنين حصان الزيادة دول مش حاجة كبيرة اللي نقدر يعني نقوله الموتور ده أفضل من الموتور ده. أما لو جينا شفنا إيه هو معدل استهلاك البنزين، فهنلاقيه في النيسان صاني 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، لكن الأوبترا بتستهلك 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر. لو جينا شفنا التسارع، واللي معرفش يعني ايه تسارع، التسارع ده يعني وقت، وده الوقت اللي بتاخده العربية عشان تقدر تتحرك من وهي واقفة تماما على الأرض، وأول ما تركبها وتتحرك بيها وتدوس على البنزين وتقدر توصل بيها لسرعة 100 كيلو متر في الساعة. بتاخد وقت معين، الوقت ده بنسميه معدل التسارع. كل ما معدل التسارع الوقت بتاعه بيزيد، كل ما ده طبعا حاجة سيئة، معناها إن التسارع بتاع العربية بطيء أو بتطلع في وقت كبير. طيب التسارع بتاع النيسان صاني بياخد 15 ثانية ونص، الأوبترا بتاخد وقت في التسارع 13 ثانية و2 من 10، والاتنين طبعا وقت كبير. أما لو جينا اتكلمنا بقى في الأبعاد في كل عربية، مين بقى أكبر ومين أوسع؟ لو جيت قلتلكوا كده في البداية حجم الشنطة في كل عربية عشان منساش، الشنطة اللي موجودة في النيسان صاني حجمها 490 لتر، 490 لتر. أما الأوبترا 405 لتر. يعني المفروض إن النيسان صاني فيها شنطة أكبر من اللي موجودة في الأوبترا، بس بحاجة يعني بسيطة مش حاجة كبيرة. طيب الطول والعرض وقاعدة العجلات، الطول بتاع النيسان صاني أقل من طول الأوبترا، والعرض نفس الكلام في النيسان صاني أقل من العرض في الأوبترا، وقاعدة العجلات أقل من طول قاعدة العجلات اللي موجودة في الأوبترا. يعني عندنا الطول والعرض وقاعدة العجلات في الأوبترا أكبر من الطول والعرض وقاعدة العجلات اللي موجودة في النيسان صني. الاتنين بيقفوا على عجلات رياضية اللي احنا بنسميها الجنود زي ما انت شايفها. حجم الاتنين 15 بوصة، يعني النيسان صني 15 بوصة والأوبترا 15 بوصة. أما لو جينا كده شفنا معدلات الأمان في كل عربية، هتلاقي ان النيسان صاني بتنزل فيها وسائد هوائية، واحدة للسواق وواحدة للكرسي اللي جنب السواق، وفيها فرامل منع للانغلاق اللي احنا بنسميها ايه ال ABS، وفيها كمان توزيع الكتروني للفرامل اللي احنا بنسميها اختصارا EBD، بجانب ان فيها حساسات ركن ورا وكاميرا خلفية. اما الاوبترا فتقريبا فيها نفس الاوبشنز دي بالظبط، ال ABS وال EBD والحساسات الموجودة ورا والكاميرا الخلفية اللي بتقدر تساعدك في الركن مع الحساسات. ولكن طبعا كل فئة من أي عربية فيهم بتختلف عن الفئة التانية، أنا بحاول أجيب لك أعلى حاجة، فأنت لو عايز فئة معينة بالظبط شرحها بالظبط متنساش تكتب لي في التعليقات. أما لو جينا اتكلمنا في التجهيزات والكماليات اللي جوه العربية، ودي اللي هختم بيها، بعد كده هتكلم على السعر خلاص. إن التجهيزات الكماليات اللي موجودة في كل عربية
هكلمك على ان مقصورة النيسان صني 2024. هي التوكيل نزل 2024 طب الأوبترا نزلت 2024 لا. فهنا ممكن في ناس كتيرة هتروح للنيسان صني 2024 اللي هنشوف سعرها دلوقتي، عشان نقدر نشوف هل سعرها قريب من الأوبترا 2023 بالأسعار كمان الرسمية ولا لأ. النيسان صني 2024 بتنزل بشاشة تاتش. طبعا معظم دلوقتي السيارات بتنزل بالشاشة التاتش اللي انت بتقدر تربطها مع الموبايل بتاعك. الموبايل طبعا سواء كان بقى ايفون او اندرويد، دي بتختلف على حسب العربية، لكن الشاشة التاتش اللي موجودة في النيسان صني 2024 بتنزل مقاسها 7 بوصة، وفي عربيات على فكرة بتبقى أكبر من 7 بوصة. تقدر توصلها بالأجهزة اللاسلكي بقى، بلوتوث. كمان ما تنساش إن في تكييف هواء أوتوماتيك في النيسان صني، ليه فتحات للكراسي اللي ورا، بجانب كمان إن فيها خاصية إن أنت تقدر تشغل أو توقف الموتور بضغطة زرار. طيب لو جينا شفنا الأوبترا هنلاقيها بتنزل برضه بخاصية إن أنت تقدر توصل الهاتف الذكي بتاعك اللي هو الموبايل وايرلس وبلوتوث، والكراسي بتاعتها جلد، وفيها فتحات تكييف برضو للكراسي أو المقاعد الخلفية اللي في العربية، وأوبشن تشغيل أو إيقاف الموتور بضغطة زرار. قبل ما أقولك الأسعار، من وجهة نظرك هنا لحد السعر قولي في التعليقات انت شايف مين أفضل، ولو انت مكان أي حد بيشتري سواء كانت عربية جديدة أو عربية مستعملة، هتروح تشوف وتشتري الأوبترا ولا النيسان صاني؟ خاصة إن العربيتين منتشرين في السوق المصري، وزي ما قلت لك الاتنين تجميع محلي، وأسعارهم قريبة جدا من بعضيهم. ويا ريت كمان تكون يعني تقول لي كمان ليه في التعليقات، يعني لو قلت لي اوبترا هتاخدها ليه، وقول لي النيسان صاني لو انت اخترتها هتختارها ليه. دلوقتي هاجي اقول لك الاسعار والفئات الرسميه من الاوبترا والنيسان صاني. طبعا الاوبترا 2023 مفيش منها في مصر دلوقتي غير فئه واحده بس، ودي الفئة اللي احنا اتكلمنا عليها، ومفيش اكتر من فئة. يعني حتى لو انت بتختار فئة جديدة مش هتلاقي غير الاوبترا الجديدة فئة واحدة بسعر 501 ألف جنيه. لكن النيسان صني بتنزل من 4 فئات. أول فئة سعرها 510 ألف و400، وسعر الفئة التانية 541 ألف ونص، والفئة التالتة ب562 ألف جنيه، والفئة الرابعة الأعلى تجهيزا سعرها 576 ألف جنيه. طيب لو شفت أقرب فرق ما بين العربيتين هتلاقيه كام؟ 9400 جنيه. وقتها هتروح تشتري النيسان صني ولا الشيفروليه أوبترا؟ مستني رأيك في التعليقات، ولو في أي ملاحظة على الأداء في الصوت أو الصورة أو الفيديو بصفة عامة أو الحلقة، ما تنساش تكتب لي في التعليقات. وأشوفكم على كل خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.